محصول يحقق لك صافي ربح من 40 ل 120 ألف حسب سعر السوق في 3 شهور. محصول الملوخية، لو عندك فدان أرض ولسه محتار تزرع إيه، في الفيديو ده مهم ليك. النهاردة هنتكلم عن زراعة فدان ملوخية، وممكن تاخد منه أكتر من حشة، وسوقه موجود سواء للأكل أخضر أو للتجفيف. أول حاجة ميعاد زراعة الملوخية من شهر مارس لشهر أغسطس حسب ظروف المنطقة وتوفر مياه الري. تقاوي الفدان بيحتاج في المتوسط من 6 ل 8 كيلو من التقاوي عند الزراعة بالبذار، وبتقل الكمية مع الزراعة بالسطرات أو بالطرق الأكثر دقة. مدة المحصول بعد الزراعة بحوالي 45 إلى 60 يوم تبدأ أول حش، وبعدها يمكن الحش كل 20 أو 30 يوم حسب التسميد والري ودرجة الحرارة. عدد الحشات في الموسم يمكن الحصول على 4 ل 7 حشات، وفي بعض الحالات بتزيد مع الإدارة الجيدة للمحصول. إنتاج الفدان، إذا كنت بتبيع الملوخية خضراء بيوصل الإنتاج خلال الموسم من 15 ل 25 طن من الأوراق الخضراء حسب الصنف وحسب مستوى الخدمة. أما إذا كان الهدف التجفيف فبيوصل إنتاج الفدان من 1 إلى 2 طن ملوخية جافة خلال الموسم، تختلف حسب ظروف المنطقة ومستوى الخدمة. وأهم 4 نقط تحافظ على الملوخية: اختيار التقاوي المعتمدة، وانتظام الري بدون تغريق، والتسميد المتوازن في كل حشة، ومقاومة الحشائش والآفات أول بأول. اكتب لي في التعليقات محتاج تعرف إيه عن الملوخية أو عن أي محصول تاني وأنا هرد عليه.